الحياة علمتني او اضطرتني ان انا اتعلم درسين مهمين جدا عايز اكلمكم عليهم النهارده. آم، خصوصا في حتة ان الفقدان او في حتة ان الواحد يخسر حد غالي عليه او يخسر مكانته، او يخسر منصبه او يخسر ثروته او يخسر صحته. كلنا متعرضين لان احنا نخسر حاجات كتيرة قوي في مدار حياتنا يعني. كل واحد بقى ونصيبه. في ناس بتشوف ابشع حاجه زي مثلا ما انا شفتها، ان انا اخسر حد غالي عليا قوي، قريب من قلبي قوي. ده اللي معلق معايا. انا خسرت فلوس وخسرت مناصب وخسرت صحاب وخسرت بيوت وخسرت حاجات كتيره، بس مفيش حاجه ببشاعه انك تخسر حد قريب قوي من روحك. الحاجه اللي بتفرق معايا كتير قوي في الموضوع ده، واللي عايز اقولها لكم اللي تقدروا تحطوها في دماغكم وانتوا عايشين الحياه دي، هي ان احنا بيهدي قلبنا كتير ان احنا نبقى عارفين ان احنا عملنا احسن حاجه عندنا. لما نبقى عارفين ان احنا ما قصرناش وما كدبناش وما خناش وما اذيناش، لما بيجي الموقف الصعب ده بتطيب قلبنا ان احنا نعرف ان احنا عملنا احسن حاجه عندنا، وما كانش ينفع نحمل احسن من كده. الحاجه التانية هي ان احنا نستسلم لحكمه ربنا، وصباح الجمال وربنا يوفقنا كلنا.